سلام الله عليكم. جمعة مبروك، أمطار الخير في المغرب. فهذه الحلقة نتكلم على طبعا الآن الموضوع اللي كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي هو المؤامرة التي دبر لها ضد المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022. فاش نقول لك، لا يعني خسارة، يعني البكاء وراء الميت. ولا حتى الجامعة يعني قدمت واحد الاعتراض والشكوى للفيفا على الحكم المكسيكي، والحكم المكسيكي بدوره قال لهم انا غير مسؤول على هادشي، لان الفار المسؤولين عن الفار هما اللي قالوا لي كمل راه ما كاين حتى شي خطا. ولكن السؤال دائما اللي محيرنا هنا هو علاش المنتخب المغربي ولا لاعبي المنتخب المغربي علاش ما اعترضوش ديك الساعه، وقفوا المقابله ديك الساعه يتحل المشكل ديك الساعه، ماشي لان ما يمكنش يقولوا لي شوف الفار واخا والو، خصك تمشي انت تمشي لانه هو المسؤول الاول، كيمشي يشوف الفار. بعد مرة انت كتلعب الكره وكل شيء وكاع، وملي كتوقف كيقول لهم بلاتي كيمشي يشوف الفار، ومن بعد كيعلن واش يعني ضربة جزاء ولا لا. فالمغاربه كان خصهم يحتجوا ديك الساعه، يتحل المشكل ديك الساعه، لان الا كنتو كتبقاو نحلموا حتى حنا باش يتعاود الماتش ما يمكنش، راه كاينين التزامات. وغدا يوم السبت يعني مقرر المقابله بين المغرب وكرواتيا، صافي ما يمكنش يغيروا كل شيء، ومقرر يوم الاحد كاين النهايه، يعني الفرق المتأهلة، والآن هي كاينه فرنسا والأرجنتين. خاصكم تعرفوا، وإلا حنا بقينا كنحلموا حتى حنا بحال الجزائر اللي بقاو دائما كيحلموا بأن المباراة ديال الكاميرون والجزائر اللي ظلموا فيها وخصها تعاود، ودارت القرعة ديال المونديال وكل شيء تصاوب كل شيء، ومازال هما طامعين. وهذاك البوق ديال العسكر اللي مشات لهم في المنزل ديال كاساما، الحكم قاسم وقالت لهم والو. هذاك اليوتيوبر اللي مشى تا هو وعند هذاك اللاعب الكاميروني ايطو، قال لك مشى قال لي شحال عطيتو ديال الرشوه هذه. الامور فهمتي كان خصها تحسم في المقابله تحسم، يكون اعتراض ديك الساعه، اللعابه توقفوا على اللعب ولا يشوفوا اش يديروا، يلقاو حل. فخرج الان الكل يعني كيصطف مع المغرب الا الجزائريين. فخرج واحد قال لك اللاعب السابق ولا مع الصحفي قال لهم المغرب لم يقدم شيء، السيدي المغرب قدم دروس في الأمومة، قدم دروس عالمية في العلاقات العائلية وتشبت اللاعبين أرض الوطن ولا يعني بالبلاد ديالهم الأصلية، رغم ولادتهم في بلاد الغربة وترعرعهم هناك وكل شيء، ولكن القلب كيبقى مغربي. المغرب أعطاكم أعطى فرصة للأفارقة، لأن دابا غيوليو يتأهلوا 9 ديال الفرق إفريقيا المونديالات الجاي اللي غيكون في كندا، هنا في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، 9 دول. فالدول اللي ما كانتش عندهم ان شانس، ما كانتش عندهم حظ كمصر وكالجزائر وكنيجيريا، فالآن غيكون عندهم حظوظات الفرق اللي نسبيا كبرى في إفريقيا. فكنظن فالمغرب عطاها الآن واحد اسمع محمد صلاح اللي عندك شي مشكل انت شي عقدة المنتخب المغربي اللي حقق ما لم يحققه أي فريق إفريقي ولا عربي، الإنجاز الكبير لتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم المربع الذهبي، فهمتي. فالمغرب الآن أعطاكم فرصة، لأن عندنا يكونوا 9 ديال الدول، فليتبارى المتبارون.
فغير هذا الانجاز هذا خاصكم تحترموا عليه المغرب وتصفقوا ليه وتحمدوا الله وتشكروه. ناهيك فكما قلت حاولوا يلطخوا يعني الصوره ديال اللعابه المغاربه، قالوا بانه كيعملوا هذه القضيه ديال فاش كينتصروا ولا كيسجلوا كيهزوا صباعهم والى الله وكيحمدوا الله وكيصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فبغاو يلصقوا لهم التهمه ديال هادو يعني هاد القضيه كيديروها اصحاب داعش والارهابيين. هادي ناضوا وحدين اخرين قالوا لهم كتهجموا على الساميه، لان ظنوا بان الدول اللي طبعات ولا الدول العربيه اللي طبعت مع اسرائيل، ولكن الشعوب قالت لهم لا، لان بحمل العلم الفلسطيني بان القضيه، وحتى يعني رفض كل الجماهير التعامل مع الاذاعات مع الصحفيين الاسرائيليين هناك، وكما تم طردهم كاع فهمتي ومهاجمتهم. فكيف ما كتعرفوا فالقضيه الفلسطينيه بقات في القلوب العربيه. وشفتوا المنتخب المغربي كنقول لكم واش قدم، فهو يعني جمع الشعوب العربيه ما لم تفعل اي دوله كما يعني جمع الشمل اللي قام به المنتخب المغربي لم تقم به الجارة الجزائرية في القمة العربية التي أقيمت يعني في الجزائر. ولن يخلو أي بيت عربي في هذه المظاهرة أو التظاهرة العالمية من العلم المغربي، فالكل يهتم بالعلم المغربي. فشفت أنا يعني جميع الجنسيات، النساء أردنيات، مصريات، لبنانيات، كل يحمل يعني واحد الجلباب يعني بالراية المغربية، يعني مصوب بالراية المغربية، مش الراية المغربية كلها عبارة عن جلباب واللي لابسين كرتاديو النساء العربيات. كل هذا فتقول بأن المغرب ما عمل والو، وكاين اللي كيقول لك ما يستاهلش كاع يكون في المربع الذهبي. اسيدي حنا ما عندنا حتى شي مشكل، كما قلنا لكم حنا رفعنا لكم سقف الامل وسقف التاهل، وزدنا لكم في يعني عدد ديال الدول يعني اللي غتشارك في المونديالات الافريقيه. فالان كما قلت لكم نحاول نشوفوا واش غيقدر شي منتخب افريقي ولا عربي يعني انه يتاهل حتى نصف النهايه، كما يعني غير وليد الركراكي، غير لكم هذه الرؤيه وهذه الفلسفه، وهذه يعني بان الانسان الافريقي او اللاعب الافريقي خصو يحيد هذوك العقد رغم المؤامرات. هذه المؤامره ديال اللي دار لهذا الحكم هذا، ف يعني كنتاسفوا لها كبير كتاب واحد، يعني كنتاسفوا لها كثير بزاف اللي ألمتنا وحزنتنا وما عندنا ما نديرو في هذه المؤامره هذه اللي خبيثه جدا، وخاص يعني يدفعوا هذا اللي خطا خصو يدفع الثمن. فيعني اقصى عقوبه شنو غيجرى يعني رغم هذه الدعوه اللي رفعت الجامعه الملكيه المغربيه، عقوبه راه هذا الحكم المكسيكي ولا هذوك الحكام ديال الفار ربما غيتقصاو ولا غيطردوا، ما يبقاوش يعني يلعبوا في مباراة دولية او في كأس العالم ولا كاع طرد نهائي. لان بكل صراحة جوز ضربات الجزاء اللي ترفضوا للمغرب اللي كان بامكانه يدير، ويعني وبالنسبة للمجموعة ديال المغرب فكما كنقولوا هذه راه اقصى ما يمكن وليد الركراكي يوصل ليه، يعني رغم الظروف يعني ما كانش عنده وقت واستطاع باش يخلق واحد الروح جميله جدا من اللاعبين. يعني وكما قلنا فالاذاعه الالمانيه تكلموا على هادشي، حاولوا يلطخوا يعني سمعه المنتخب المغربي ولكن ما استطاعوش. فيعني واحد الاذاعه قالوا الامور ديال الارهاب والداعش هذه، ولكن اذاعه اخرى واعطوهم درس، قالوا لهم شوفوا الدرس ديال التلاحم العائلي بين افراد المنتخب المغربي، وان اللاعبون يحتفلوا مع امهاتهم يعني وزوجاتهم يعني وبينهم يعني
كالعائله. وشوف حنا اللي المنتخب ديالنا ولا العائلات ديالنا كلهم تشرطوا، ما بقاتش هذاك التلاحم العائلي، ما بقاتش هذيك لا شالور فاميليال، ما بقاتش، والكل يعني ولا كل شيء ولا بغى يولي مثلي. والحمد لله المنتخب كامل ولو لاعب كنظن في هذا المنتخب هذا الحالي ولو لاعب يعني عنده داير الوشم ولا التاتواج، فربما الا شفتي منتخبات يعني رهيب، منتخبات اخرى كيف هذا الوشم التاتواج على الجسد ديالهم على الايدي ديالهم على الجلد ديالهم، فهو يعني رهيب. فتكلموا على هذه الامور هذه وقالوا بان يعني عطى المنتخب المغربي عطى واحد الصوره جميله بزاف. كما قلنا الان يعني غير واحد الاشاره طفيفه، فكما شفتوا وليد الركراكي المهم اعتمد واحد الخطه ربما غيرها، ولكن كما قلنا معذور. فهو بالنسبه لي انا بكل صراحه فيلسوف، قدوه، يعني طبيب نفساني، يعني رياضي، يعني فيلسوف، وزير ديال الفرحه وسفير ديال الفرحه. يعني نتمناو لان في الظرف وجيز قام بواحد العمل كبير وجبار، ونتمناو بان هذه تعطي العبره. حتى حنا يجونا وزراء في الحكومه ومسؤولين برلمانيين حتى هما في الظرف وجيز يفرحوا الشعب المغربي ويخرجوا للشوارع بالفرحه الكبيره، يعني ويحسنوا الظروف ديالهم المعيشيه باش الناس تزيد تفرح والمغرب يزيد قدام. لان معطلين بزاف، معطلين الناس يعني لا بالنسبه للبطاله ولا بالنسبه لمؤشر التنميه ولا بالنسبه معطلين بزاف. فلهذا نتمناو ان المسؤولين يفيقوا وياخذوا العبره من وليد الركراكي، وان شاء الله نتمناو الان يعني دابا نتمناو الكل يعني دابا الهدف المقبل وهو الفوز بكأس افريقيا اللي هو ماشي سهل، هو الاخر يعني ماشي هو كأس العالم، وما نقولش بانه اكثر صعوبه لكأس العالم، ولكن يعني معقد، يعني الكره الافريقيه معقده. فنتمناو يعني يكون عنده الوقت الكافي باش يجهز واحد المنتخب اللي يقدر يصارع ان شاء الله ويبالي ويمشي حتى النهايه ويفوز بكأس افريقيا، لان هذا هو الوقت انتظرنا طويلا. وباش نتكلموا على بالنسبه للاعبين المغاربه، فحمد الله اللي جرات عليه ضجه وبغاو كل شيء المغاربه يجي، ويعني وكانت المشكله اللي كانت جرات ليه في المنتخب هذه 3 سنين 4 سنوات. فشفتوا يعني الدخول ديالو يعني بكل صراحه والله، يعني انا كنت اول واحد مدافع عليه، ولكن ما كانش في المستوى. لعب 2 مباريات مع 3 مباريات ما كانش في المستوى، وانا ما كيشوف لا في اليمين ديالو ولا في اليسار ديالو باش يمرر التمريره. يعني واحد الانسان اناني داخل باغي ماركي بوحدو، خاويه عامره، وما عندناش لعاب يعني راس حربه اللي يبرد لك القلب ديالك. اما بكل صراحه تجي تماركا، ف يعني خصهم يخدموا على هذه القضيه بزاف. املا حتى هو املا بكل صراحه. انا ماشي من المشجعين بان يكون املاح في المنتخب كاع، من قلتها في واحد الفيديوهات قدام كاع. املاح مسكين كيدخل ما فهمتش انا بكل صراحه، ما فهمتش كيشوفوا فيه شنو الدور ديالو في المنتخب. حتى التمريره ما كيعطيها مقاده مزيانه، حتى التدخلات ديالو والو. اشرف داري خاصها تجربه، مازال ناقصها تجربه بزاف. فمازال ملي كيكونوا لعابه الاخرين مزيانين واقفين في هذا كيكون، ولكن ملي كيكون بوحدو راه شفتو ارتكب اخطاء اللي كان بامكانه ياخذ يعني بطاقه صفراء وبطاقه صفراء ثانيه ويخرج غير الحكم المكسيكي. ربما تغاضى على القضيه لان بحال الشدير هذاك النهار دخل مع هذاك الحكم الارجنتيني فما رحموش. خطأ الاول صفراء، خطأ الثاني بطاقه صفراء اخرى وحمراء وخرج على برا. وياميق يعني ابار هذيك دار خطأ فادح حتى هو، كان خصو يبقى دائما ورا داك اللاعب الفرنسي اللي غريزمان دار هذيك التمريره وراء الدار ديالو، خاص اللاعب ديما يخليه هذاك. المهم اخطاء دارت واخا لاعبين محترفين، ولكن كنقصهم تجربه كبيره. وطبعا ربما تاثروا بالعياء وتاثروا باصابات كما كنقولوا نعاود ديال اللاعبين الاخرين وتغيير التشكيله.
وهذا. وحتى مثلا حكيمي زياش ضيعوا الوقت بزاف. بوفال كيبغيو يدخلوا بزز يدخلوا يعني طريقه من اليمين، يعني الهجوم الجناح الايمن، باين يدخلوا حتى الحارس، يعني ما كانش تمريرات. شوف مثلا غير كانت تمريره سهله ضد البرتغال، سهله ضربها جا النصيري ماركا براسو، فضيعنا بزاف تمريرات. ما كانوش يكثروا من المراوغات، كانت اي كره جات كانت خصها دار تمريره وخلي الاخرين يدخلوا يضربوا بالراس ولا يضربوا. اما بكل صراحه وما كانش يعني فاش كتضرب كره وكترجع يحبسها الحارس، فما كانش واحد المتابعه، ما كانش عندنا لعاب قناص اللي يتابع كره، ولا دوك الكرات الميته يعاود يحييهم ويسجل منهم. ف يعني دوماج بزاف. يعني كنا كنتمناو كل الخير للمنتخب المغربي اللي فرحنا وساندناه، ولكن هذه هي كرة القدم. يعني اذا ما استغليتيش الكرات اللي او الفرص اللي تحت لك، ف يعني الفريق الخصم كيسجل عليك وكيغتنم الفرص وكيسجل. وما تنساوش خط سعيد للمنتخب غدا ضد كرواتيا، وما تنساوش تبارطاجيو وخليو الكومونتير ديالكم وتابونوا معنا اللي شاف الفيديو باقي ما تابوناش. شكرا، السلام عليكم.